اول بقى ما صحينا من النوم لقيت بقى جوزي بيقولي انا نفسي اكل فطير قوي. قلت له خلاص اديني بس 10 دقايق وهتلاقيه جاهز عندك. راح قال لي لا انا هنزل اجيبه من اي فرن من تحت. رحت قلت له خلاص خليك انت وانا هنزل علشان بقى اجيب كمان شوية خضار للبيت. رحت بقى نزلت واول حاجة بقى اشتريتها كانت هي بقى الفطير، وقعدت بقى افكر هو هياكل ايه مع الفطير ده. رحت قلت خلاص بقى بالفلوس الخضار دي انا هشتري بقى شوية حاجات علشان بقى ياكلها مع الفطير. رحت جبت بقى لانشو كمان جبنة رومي وجبنة بيضة وكمان شيبسي ولبن وبيض وحلاوة وعسل وطحينة، وكان فيه بقى فوق في البيت عسل ابيض. فقلت بقى كده تمام قوي وهطلع له بقى بالحاجات دي وهو بقى هيفرح بيها جدا. رحت بقى اول ما دخلت البيت وريته بقى الحاجات اللي انا جبتها. راح قال لي بقى هو فين الخضار؟ قلت له بقى ما هي الحاجات دي ب300 جنيه، حتى صاحب السوبر ماركت اداني بقى بالباقي البسكويت ده. ومن وقتها بقى وهو مش بيتكلم معايا خالص، مش عارفة ليه.